بيبدأ فيلم النهاردة بصقر بيجي وبيطير من فوق سور الصين العظيم، وبنلاقي فيه خطاطيف بتترمي على الحارس اللي موجود على السور عشان يقتحموه. فالحارس بيحاول يمسك النار عشان يعرف باقي أصحابه إن في حاجة مش مظبوطة وإن فيه هجوم. والملك بيصحى وبيظهر شان يو قائد الأعداء عشان يشكر الحارس إنه عرفهم إن فيه هجوم. وبنروح للملك وبنعرف منه إنه كان عارف إن شان يو قائد الأعداء عدى الحدود، وهنا بيقرر الملك إنه يجمع من كل عيلة راجل علشان يحاربوا معاه. وبعد كده بننتقل لمولان وبنشوفها وهي بتكتب العادات والتقاليد اللي مامتها قالت لها عليها عشان تروح للخطبة عشان تجيب لها عريس. وباباها كان قاعد وبيدعي عشان الخطبة توافق وتجيب لمولان عريس. وبنروح بقى للجدة وهي بتطمن مامتها وبتقول لها إن مولان بنت جميلة وهتلاقي عريس كويس، وإنها تبعت معاها صرصار الحظ عشان يجيب لها عريس. وبعدها بتلاقي مامة مولان إن مولان جاية على حصان ومطربة وشكلها مش كويس خالص، فبتوديها عند واحدة تلبسها كويس وتحط لها ميك اب وشكلها بيبقى جميل جدا. وبنروح لمولان أول ما وصلت عند بيت الخطبة ومعاها 4 بنات كمان، وبتدخل الخطبة مولان وبتقول لها إنها تصب الشاي ليها. فبتيجي الخطبة تشرب الشاي فبتمنعها مولان وبتقول لها إن الشاي فيه صرصار. فبتتخض الخطبة وبتقع على النار وبتخرج الخطبة بسرعة من المكان عشان حد يساعدها. فبتروح مولان وبتوقع الشاي عليها غصب عنها، فبتتعصب الخطبة جدا وبتقول لها إن عمرها ما هتلاقي عريس وهتجيب العار لأهلها. فبترجع مولان البيت زعلانة وبيقعد والدها معاها وبيهديها وبيقول لها إنها جميلة وإن الوردة اللي بتتفتح متأخر بتكون أحلى وردة. وفي الوقت ده بنشوف والد مولان انه جاله قرار انه ينضم للجيش لانه مخلفش اولاد رجالة. فبيستلم الاب القرار وبيبقى زعلان وخايف. ومولان بتشوف والدها بالليل وهو بيتدرب بالسيف وبيكون السيف تقيل عليه وبيقع منه وبيوجعله ظهره لانه كان عنده اصابة. فبتقرر مولان انها هتروح هي الجيش مكان باباها، وبتخلي باباها نايم وبتتسحب وبتسرق منه طلب الانضمام للجيش. وبتقص شعرها وبتتنكر على هيئة راجل وبتروح على مكان التجنيد. وبتصحى الجدة في الوقت ده وبتزعق وبتقول إن مولان هربت وراحت مكان باباها. فباباها بيجري عشان يلحقها لكن ما بيقدرش يستحمل وبيقع على الأرض وبيقول لمامتها إنهم هيقتلوها لو عرفوا إنها بنت. وبتفضل الجدة تدعي للأجداد عشان يحموا مولان. وبتصحى روح الجد الكبير وبيصحي الجد الكبير التنين موشو وباقي الأجداد، وبيقرروا إنهم هيصحوا التنين الكبير عشان ينقذ مولان. وبيبعت الجد الكبير موشو عشان يصحي التنين الكبير، لكن موشو وهو بيصحيه بيكسره غصب عنه وبيضطر يتنكر على شكل التنين الكبير. وبيروح هو لمولان وبيقول موشو للصرصار إنه لازم يروح ينقذ مولان وبكده هيعرفهم قيمته الحقيقية. وفي الوقت ده بنلاقي شان يو دمر قرية من قرى الصين وإنه كان في طريقه عشان يدمر أكتر من كده، بس لقى 2 من جيش السلطان بيقولوله إن الملك اتحداه. فهو بيقول لهم إنه قبل التحدي وبيخلي ال2 يمشوا وبعد كده بيضربهم بيموتهم. وبنروح بقى لمولان وهي بتحاول إن هي تتدرب بالسيف، لكن السيف بيبقى أتقل منها وبيقع منها على الأرض وبيضحك عليها حصانها. وبيظهر موشو المولان وبيحاول يعمل لنفسه هيئة كبيرة بظل كبير وبيحاول ان هو يقول لها انه جاي يحميها ويرجعها بيتها، لكن مولان بتكشفه وبتشوف حجمه قد ايه صغير. وبعد كده بيتكلم موشو مع مولان ومولان بتضطر ان هي تاخده وتخليه معاها في الجيش عشان هو اللي هيحميها وهيساعدها. وبعد كده بتوصل مولان المعسكر وبتشوف الجيش، وموشو بيقول لها في الوقت ده إنها لو ضربت الراجل ده هيبان إن هي جامدة ومحدش هيقرب منها. وفعلا بتسمع كلامه وبتبدأ تضرب واحد منهم وبيتخانق الفريق كله مع بعض. وبنروح بقى للجنرال وشيفو، هما بيخططوا للهجوم وبيقولوا إنهم هيحاربوا في ممر كينج شاو، وأمروا ابن الملك إن هو اللي هيدرب الجيش اللي هينضم ليهم في الحرب. وبيخرج تشان للجنود وبيلاقيهم بيتخانقوا وبيوقف الخناقة دي وبيعرفوه إن مولان هي السبب. وبينادي المولان وقتها وبتقوله إن اسمها بين.
تاني يوم الصبح بتصحى مولان وبتلبس وبتطلع تنضم للجيش اللي في المعسكر، وبيحاول بقى تشان ان هو يدربهم لكن بيفشلوا، واكتر حد بيفشل فيهم هو مولان. وتشان كان عايز يبعدها عن الحرب لكن مولان بتثبت نفسها وبتنجح وانتصرت في التحدي، وبدأ يدرب باقي الفريق اللي اجتهد فعلا وكان قوي. وبعد كده بننتقل لشان يو اللي بيقول ان احنا لازم نروح نهجم من عند ممر الملك لأن كده يقدر يتحكم في البلد أسرع. وبعدها بنروح لمولان وبنشوف إن هي سمعت تشيفو وهو بيزعق لشان وبيقوله إن الفريق لسه ضعيف، فمولان بتحاول إن هي تخفف عنه. وبعدها بيدخل موشو غرفة شيفو وبيكتب ورقة باسم الملك وإن هو محتاج إن الجيش يروح له، وبيتنكر موشو في هيئة جندي وبيسلم شيفو الرسالة، والجنود بتبدأ إن هم يمشوا على الممر اللي هيودي لشان يو عشان يبدأوا الحرب معاه. وبدأوا الجنود يحكوا لبعضهم على مواصفات فتاة أحلامهم، وتقريبا الكل كان بيبص على مواصفات الشكل والجمال الخارجي. ولما وصلوا للممر شافوا إن شان يو دمر الممر وكل حاجة فيه. وهنا تشان بيقول لهم انهم ملهمش حجة وانهم لازم ينتصروا عليه. وهم ماشيين في الطريق بيتولع صاروخ بالغلط وبيشوفهم شان يو وبيعرف يحدد مكانهم وبيضرب عليهم، وبيحاول الجيش ان هو يضرب عليهم لكن مش بيعرف يموتهم لان كان عددهم كبير جدا. وفي وسط الحرب بتحاول تلاقي مولان طريقة ان هي تخلص على شان يو، وفي الوقت اللي هي كانت بتفكر فيه بتلاقي صاروخ واحد بس، وبتبدأ إن هي تاخده وتطلقه على جبل التلج، وبيضرب شاو يو مولان وبيقع الجبل فعلا بتلجه على الجيش بتاع شاو يو، وبتنقذ مولان تشان والجندية وباقي الجنود كمان. فالقائد بيشكر مولان على إنها أنقذته، بيقول لها إنه بيثق فيها. وبنشوف مولان وهي مجروحة فبتقع على الأرض، فبيروحوا لدكتور المعسكر، والدكتور هنا بيكتشف إن هي بنت. وهنا شيفو بيحاول إن هو يطلعها قدام الجنود ويقول لهم إن هي بنت، وعشان هي كسرت القوانين لازم عقوبتها إن هي تموت. فالجنود بتمنع شيفو إن هو يعمل حاجة في مولان، وهنا بيتراجع القائد إن هو يموتها لأن هي أنقذت حياته. وبتقعد مولان مع موشو وبتعترف له إنها جات الحرب مكان والدها عشان تثبت إن هي قوية. فموشو بيبدأ يقول اللي عنده من أسرار، وإنه ما كانش مفروض إن هو يجي، وإن المفروض اللي كان يجي هو التنين الكبير، بس كسره بالغلط وهو بيصحيه فجه مكانه بالغلط. وبعد كده مولان بتقوله إنها لازم ترجع البيت مع موشو والصرصار. وبعد كده بنعرف إن شان يو ما ماتش وهو وجنوده عرف يطلعوا من تحت التلج. ومولان بتسمع شان يو هو وجنوده وهم بيقولوا إن هم هيروحوا يحاربوا تاني، وبتجري مولان عشان تروح تقول للقائد، بس القائد مش بيسمعها ولا بيصدقها لأن هي كدبت عليه قبل كده. وبعدين بنشوف الملك بيكرم تشاو عشان هو انتصر على الجيش بتاع شان يو وبيسلمه السيف بتاعه، لكن وهو بيسلمه السيف في صقر بيجي وبيخطف منهم السيف، وبيكون شان يو عامل هجوم عليهم عشان يموتوا الملك. وبعد كده بنشوف مولان مع أصحابها اللي كانوا معاها وبتقول لهم إن هي عندها فكرة كويسة عشان يهزموا بيها الجنود دي، وفعلا الجنود بتساعدها وبيروحوا يتنكروا ويلبسوا كأنهم ستات جميلة عشان يعرفوا بس يدخلوا القصر. فبيشوفهم القائد وبيقول لها إن هو واثق فيها، وفعلا بينضم ليهم وبيطلع معاهم عشان يروحوا يدخلوا القصر. وبعدها بنروح للملك وشان يو وهو بيقوله إن هو لازم يستسلم. وبعدها مولان وأصحابها بيروحوا القصر عشان يضربوا جنود شان يو. وبعدها بنشوف تشان وهو بينقذ الملك وبيحارب شان يو وبيخلي الملك يهرب، ومولان بتطلق عليه حاجة فهو بيتعصب عليها وبيجري عليها وبيولع موشه صاروخ كبير وبيضربوا عليه وبيحصل انفجار وبيموت شان يو. وبعدها الملك بيعاتب مولان إن هي ازاي تحارب وهي بنت، بس شيفو طبعا بيكون فرحان، لكن بعد كده بيطلب من شيفو إن هو يدخلها المجلس وبيشكرها إن هي أنقذته. والملك بيديها وسام عشان هي شرفت العيلة بتاعتها، وكمان بيديها السيف بتاعه. وبتمشي مولان وهي زعلانة إن هي هتبعد عن تشان، فالملك بيقوله إن هو يروح وراها ويتجوزها. وبترجع مولان لباباها وبتديله الوسام اللي هي أخدته والسيف، وباباها بيفرح بيها قوي عشان هي شرفت العيلة وأنقذت الصين كلها. وبعدها بتلاقي القائد جالها وبتعزمه على عشاء، وبعد كده العيلة كلها بتفرح والأجداد بيحتفلوا بمولان. وبكده يكون خلص فيلمنا بتاع النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش تدوس اللايك بتاعك الجميل وتعمل اشتراك في القناة وتقول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش برضو تقول لنا الفيلم الجاي عايزه يكون ايه.
سلام.